تيراميسو اقتصادي بدون بسكوت سافيار بدون بيض، طعمه في منتهى الجمال. انا عملته مرتين قبل كده ودي تالت مره. فظيعه الطريقه دي يا جماعه، بسيطه جدا واقتصاديه، يعني على قد ما تقولوا ببسكوت عادي خالص. بس افضل بسكوت تستعملوه بسكوت اولكر. ليه؟ السكر بتاعه قليل قوي، والبسكوت نفسه طعمه جميل، غير البسكوت اللي هو فيري مش حلو، معرفش، انا ما بقتش احبه. ده حلو جدا، فلو هتعملوه يفضل هاتوا بسكوت اولكر. في المربع وفي ده، بس ده احلى. الطعم كمان بالجبنه اللي احنا ضفناها مديله تناغم في الطبقات بتاعه البسكوت مع الكريمه، فظيعه. اعملوا الطريقه دي بجد هتدعولي عليها، واللي حابب يعملها كمشروع مربح اعملوها، حلوه جدا جدا ومكسبها حلو. يعني انا لو فاضيه انا هعملها لان هي حلوه، والمكسب بتاعها بصراحه مرضي جدا جدا، مش مكلفه. هتشوفوا الطريقه واحنا بنشتغل. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ويا ريت شير علشان غيركم يستفيد. لو حد بيشتغل مشاريع اونلاين على الفيس، فيه كتير قوي ناس كتير بتبيع اونلاين، اعملوه غيركم يستفيد. واتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. اول خطوه عندنا هنا هنعمل الكاستر ده بديل البيض. هنجيب كوبايه حليب في حله في كازرولة اي حاجه عندكم، وهنضيف عليها معلقه كبيره كاستر تكون مليانه بعمه، مش ممسوحه، لا مليانه زي ما انتوا شفتوا. انا ولا هضيف سكر ولا هضيف فانيليا، اللي حابب يضيف فانيليا اوكي، سكر ما تضيفوش لان السكر كده كده هنضيف في الكريمه دي. يا دوب هتخلطيها كده، هتروحي بيها على البوتاجاز، اللي فيها شويه لغايه لما تلاقيها تغلي معاكي، بس خلاص اطفوا البوتاجاز على كده. انا مصورتش المقطع ده. بعد ما خلصنا الكاستر كده بنجيب طبق فاضي وبننزل بالكاستر فيه، هنركنه على جنب علشان يبرد. هنجهز بقى الكريمه هنا لما بنستعمل كريمه يفضل بنجيب كريم شانتيه خام. يفضل اي نوعيه تكون يعني محترمه، ممكن تجيبوا المتحده نضيفه، في انواع تاني بس احنا بنجيب دايما المتحده. هنجيب بوله فاضيه كده. ده بالنسبه لنا الكاستر بعد ما برد تماما خلاص هنركنه على جنب. البوله هنا هنضيف فيها نص كوبايه كريم شانتيه خام، وعايزين 150 جرام جبنه كريمي. ده حليب علشان نغطس فيه البسكوت، او عايزين نسكافيه ده او ده براحتكم. انا في حاجات عملتها بالحليب، حاجات هعملها بالنسكافيه زي ما انتوا تحبوا. هنا الكريم شانتيه هنا يفضل خام، هنضيف عليه كوبايه ميه ساقعه من التلاجة، وهنضيف كمان معاها سكر بودره معلقتين براحتكم، بس ما تضيفوش كتير، يعني حسب ما انتوا بتحبوا الحاله. ضفنا بعد ما خفقنا الكريمه وعملت فوليوم معانا، بس الكاميرا معرفش ليه انفصلت في المقطع ده. ضفت كمان هنا الجبنه، وضفت عليها الكاستر. هنقعد نخفق فيهم تاني لغايه لما الكريمه تملأ البوله وتعمل معانا فوم. خلاص كده خفقناها وبقت كريميه وبقت انسيابيه حلوه قوي. هنجهز عندنا هنا طبق فيه نسكافيه وطبق فيه حليب. حابين تعملوا بالنسكافيه كله تمام، حابين تعملوا بالحليب كله براحتكم زي ما انتوا بتحبوا. هنشتغل هنا البسكوت هنضيفه في البولات، يا اما بتغطسيه في النسكافيه او في الحليب. المقطع اللي فات ده كان من فيديو قديم بس ما كملتوش، صورت بس الحبه السوالد وما كملتوش بصراحه، كان الجو حر. فده الجديد اللي انا عملته امبارح. هنا النسكافيه، ودي الاطباق اللي انا هحط فيها الطبق ده بغطا. هتجيبوا البسكوت وهتغطسيه في النسكافيه، يا دوب يعني غمسيه بسيط وخرجيه لانه خفيف جدا وممكن يتكسر منك. بعد ما هنضيف طبقه البسكوت هنجيب كيس الحلواني. طبعا كيس الحلواني سهل قوي في الشغل، يفضل تشتغلوا بيه. بعد طبقه البسكوت هنضيف طبقه من الكريمه اللي احنا عملناها. يبقى احنا كده ضفنا البسكوت وبعدين هنضيف الكريمه. ممكن تضيفوا رشه كاكاو خام، شوكولاته مبشوره، بس ده هيزود في التكلفه لو هتبيعوه. في حاجه تاني، في ناس بتعمل الكريمه، اغلب حبايبنا الخلاجه بيضيفوا علبتين قشطه وبيضيفوا معاها باكت كريم كراميل، بس ده هيبقى مكلف قوي 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 بقى. انت عايزالك 50 جنيه قشطه، وعايزالك باكت كريم كراميل ب 15 جنيه، عايزالك 65 جنيه اضافه على الحاجات اللي انا بقولها لك دي. الطريقه دي بقى بسيطه جدا واقتصاديه جدا، وطعمها والله العظيم طعمها رهيب، حلوه حلوه حلوه. انا عن نفسي لو انا هعمل مشروع وهبيع هعمل الطريقه دي وهبيعها. حلوه بسيطه طعمها جميل، ولما بتعمليها كمان من بالليل وتطلعيها الصبح، البصوا يعني تناغم الطبقات كلها سبحان الله، ما اعرفش بتتآلف وتتناغم مع بعضها كده، بتبقى طعمها رهيب. يعني انا عاملاه امبارح بالليل، طعمه النهارده احلى من لما كان طازه كمان امبارح بالليل، حلو جدا جدا. بتضيفوا كده بعد الكريمه بتضيفوا طبقه بسكوت تاني، وخلوا البسكوت يا ريت على الطرف بره بحيث يبقى ظاهر
من الاكواب بتاعتنا، ولا جبنا بسكوت صفيار، ولا عملنا تكلفة كتير. تكلفتنا بسيطة قوي واقتصادية جدا، بحيث اي حد حابب يعمله كده. يبقى احنا حطينا طبقة بسكوت وطبقة كريمة وطبقة بسكوت وطبقة كريمة حسب حجم الكوباية اللي معاكوا، او الكاسة او الطبق او البولة البلاستيك دي، حسب اللي قدامكم انتوا بتشتغلوا ازاي ضيفوا. بس انتوا لو هتبيعوها مثلا، لو حاجة زي كده البولة الحجم ده، ممكن هتطلعيها مثلا على 18 جنيه، 19، 20، مش اكتر من كده. لان برضو هي مكلفة. انتوا ربع كيلو كريمة بكام؟ ب70 جنيه لو حسبتيها. انتوا واخدة منه مش 50 جرام كمان، ونص كوباية بتطلع اكتر من ال50 بشوية، ممكن بتبقى 60 كده. خلاص احنا بعد ما خلصنا الكريمه ضفنا بسكوت، وبعد البسكوت ده هنضيف كريمه تاني، وبعدين هنجيب الاسباتيول بتاعنا هنساوي اخر طبقه، وبعد ما بنساوي الطبقه الاخيره بنرش بقى كاكاو، شوكولاته براحتكم، شوكولاته مبشوره. بس الطريقه الاصليه بيتضاف لها كاكاو يا جماعه، يعني احنا بنتعايل عليها وبنغير فيها، بس برضو في الاساس الكاكاو الخام ده اساسي، ده ما ينفعش نتحايل عليه او نقول له لا مش هنضيفك، او مثلا احنا مش بنحبه، لا، لازم يضاف الكاكاو. في النهايه بنقفل بيه، وبعدين بنضيف بسكوته كده من فوق. يعني مفيش ولا هتضيفي زبده لوتس ولا معرفش ايه ولا كل ده، مفيش الكلام ده. كده خلاص انا خلصت، هسوي بالاسباتيول وهوريكم الشكل النهائي. هجيب عندي كده الكاكاو الخام، وهحط الكاكاو الخام كده فوق البولات بتاعتي. حتى لو طرطش بره كده شويه هنفخه عادي، هنفخه هيطير الكاكاو، مفيش مشكله، كاكاو خفيف ده عادي يعني جدا. حابين تزودوا الطبقه بتاعته اوكي، حابين تقللوها شويه عن كده، في ناس بتحب الكاكاو يبقى كتير، الطبقه بتاعته كتيره، فزي ما انتوا بتحبوا ضيفوا. حابين تضيفوا مثلا حبة شوكولاتة ويفر من فوق، تخلوا الشكل كده مختلف. حابين تضيفوا اي نوع شوكولاته من فوق، انا الحاجات بتضيع من بالي، اي نوع شوكولاته من فوق. انا هضيف بسكوته زي البسكوت اللي انا ضايفاه، هضيف بس بسكوته وخلاص. احنا بنحاول نعمل الحاجه تبقى حلوه وطعمها جميل واقتصاديه، وتخلي الطفل مش نفسه في حاجه يشتريها من بره، بالعكس انت حاجتك تبقى عاملاها في بيتك ونضيفه وضمناها. كده خلاص انا ضفت بسكوته في النص، هقفل العلب وهدخلها في التلاجة. بعد شويه اللي حابب مثلا ياكل هنقدم له. بالنسبه زي ما قلت لكم الكاكاو، حابين ترشوا حبه صغيره حبه كبيره شيء يرجع لكم. بس كده طريقه سهله والطريقه بسيطه. حابين تضيفوا في النص كده كاكاو خام اوكي ضيفوا، حابين تستعملوا بسكوت صغير استعملوه براحتكم. انا عامله لكم طريقه اقتصاديه جدا ومرضية لجميع الأفراد، يعني كل اللي داقوا ما شاء الله، ما فيش حد داقه بجد وما عجبهوش، كله انبهر بطعمه. طعمه حلو خفيف، مش تقيل على المعدة، لا حاجة حلوة حاجة خفيفة، انت بتاكلي حاجة طعمها جميل جدا. والله العظيم هتدعولي على الطريقة دي، رهيبة بجد. وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.